السلام عليكم كاملين جميع. اسمحوا لي ما كنردش على الميساجات كاملين، ما قدرتش نجاوب كلشي، راكم عارفين حتى انا براسي كنتسنى من المصدر ديالي يعطينا اخبار جديده. المهم لحد الان الاخبار اللي عندي لي سيور سيرتان انه الصباح كان موريتي وكان سعد مجرد عند قاضي التحقيق، طولت شويه الجلسه. النيابه العامه رفضات، لو باركي كما كيعرفوا فرنسا رفضات انه يخرج السعد بصراحه مؤقت. وعارفين النيابه العامه كتاثر بزاف في المحكمه الفرنسيه، وهذا الشيء كان مفاجئ صراحه. وكان واحد الشجار بين الناس اللي مؤيدين خروج سعد والناس اللي ضد سعد، شجار كبير ودخلوا فيه كاع السلطه، يعني دخلت فيه الشرطه. وعلى كتخرج موريتي مقلق انه اصلا ما كانش في الحسابات ديالو انه النيابه العامه ترفض. قال لك انه هذيك البنت المغربيه الفرنسيه عندها حق، وراكم عارفين القانون الفرنسي حتى هو شويه ماشي تلهيه. المهم غنزودكم الخبر من بعد، حيت باقي سعد غيمر عند قاضي الحريات، هو اللي غيقرر واش يعطيه الصرح المؤقت ولا لا. تمنيات يا ربي قاضي الحريات يعطيه الاوكي، هادشي كنبغيو حنا من كل قلوبنا حنا المغاربه. والاخبار ما كيفرحش حتى واحد ديال النيابه العامه انها ترفض، ولكن هذا قدر الله، وكنتمنوا ان شاء الله قاضي الحريات ينصف سعد.